الله خالد. شو يا اخي هون ملحمة ابو عون الشعبي، صار لها 70 سنة. مرحمة والدي. وانا صار لي يجي 37 سنة في المحل هون في مدينة نابلس المجمع الشرقي. في مدينة نابلس المجمع الشرقي، شارع صلاح الدين. حياك الله خالد. كيف الأسعار والإقبال على اللحوم؟ لقيت قبول يعني أويتهم معين للعباد، قبول يعني أقل من الربع على الغلاء اللي صار. بالنسبة بالنسبة فيش دعم للمزارع وفيش استيراد. كيلو اللحمة اليوم قاعدين نبيعه على العجل ب 70 شيكل والخروف 100 شيكل. في تذمر عند الناس ولا عادي؟ بيجي الناس بنروح عليك بقوف عليك وشوف عندك لحم خروف بيسألك قديش الكيلو، بتقول له 100 شيكل. مش معتذر أجر عن انه عامل يوميته والناس مش أجرار. ساعات بصير اذا كان في ناس من 48 بيجوا هون بصير حركه بالبلد، بيشتروا، بصير في تسوق. غير هيك بتشتري. اهل البلد هون الله يكلهم معين. بالنسبه للعمال يعني العامل شو بده ياخذ 50 شيكل، الموظف قديش معاشه 1800 شيكل 2500 شيكل، ما بيقدر انه يشتري لانه مش بس هي واقفه على اللحمه، الخضره غاليه، الغاز غالي، فيش داعم لاي شيء للمواطن. البنزين كمان والسيارات. البنزين والسيارات وكل شيء، يعني ما فيش خدمات. الغلاء اللي موجود يعني بدك تشتري انت 2 كيلو باذنجان 2 كيلو باذنجان، تشتري لك بندوره، تشتري لك شوال بطاطا، هي 100 عامل ما اخذش شيء لبيته، لا خبز ولا اي غرض.